اهلا بيكم النهارده على لخصتكم افضل فيلم درامي اتعمل واسمه سولي. سولي ده اسم بطلنا اللي كان بيشتغل كابتن طيار، واللي ارسل اشارة استغاثة لبرج المراقبة المركزي لان محاكين بتوع الطائرة اتعطلوا بالكامل. بس جاله الرد انه ما ينفعش يهبط خالص لانه كده هيدمر مدينة نيويورك، وفعلا بينزل بالطيارة وبيدمر مباني فيها. وبعد كده بنشوف سولي وهو بيصحى من النوم مفزوع لان كل اللي شافه ده كان مجرد حلم، لانه في الحقيقة اتعرض للموقف ده وقدر انه ينقذ حياة 155 راكب من غير ما يعرض اي حد للاذى عن طريق هبوطه في مياه النهر. الحادثة دي حصلت في سنة 2009 لما ركب الطيارة هو والمساعد بتاعه، وبعد إقلاعهم بدقايق اتعرضوا لهجوم كبير من الطيور اللي أدى لفشل محركات الطيارة، وده خلاه يكلم برج المراقبة اللي اقترح عليه إن يرجع مكانه. لكن سولي أكد إن الطيارة مش هتستحمل الرجوع، فطلب البرج منه إن يهبط في مطار قريب من موقعه، ووافق سولي. لكن في اللحظة دي الاتصال انقطع معاهم وساء الوضع جدا في الطيارة، وده خلاه يغير رأيه وبيقرر سولي انه هيهبط في النهر. وده كان قرار انتحاري في البرج اللي كان رافض تماما الفكرة دي، وعلى طول تواصل البرج مع المراكب المجاورة والطائرات القريبة من النهر عشان يقدر يشوف عملية الهبوط هتتم ازاي. وبمجرد ما هبط سولي بالطيارة اتجهت ناحية موقعه المراكب اللي كانت على ضفاف النيل، وحوطته طائرات الهليكوبتر من فوقه. وهبط سولي في النهر فعلا وقدر ان ينقذ كل الركاب، واول حاجة عملها ان اتصل بزوجته وطمنها عليه واطمن على بناته. ومن ساعتها وهو بيتعامل على انه بطل قومي وكل الناس بتشكر فيه، الا طبعا هيئة النقل والسلامة اللي شايفة انه عرض حياة الركاب للخطر وتسبب في تدمير الطائرة، وده هنعرف سببه كمان شوية. ووصل الموضوع لان احد القنوات الشهيرة اجروا مقابلة معاه وقالوا له ازاي قدر يكون بطل حقيقي وينقذ كل الركاب من غير ما يعرض حياة حد للخطر. فرد على المذيعة وقال لها انه بس كان بيقوم بعمله. وفي نفس الوقت جاله المساعد بتاعه وقال له احنا مطلوبين للتحقيق في هيئة النقل والسلامة. فكانوا قلقانين هما الاتنين، لكن المساعد طمن سولي وقال له انهم بعد ما يشوفوا محاكاة القمر الصناعي هيتأكدوا اننا كنا صح، فلازم نطمن. طبعا سولي قعد يدافع عن نفسه وقال لهم ان خبرته تتعدى ال 42 سنة وان وصوله للمطار كان مستحيل بسبب المحركات اللي كانت بايظة. فرد عليه رئيس اللجنة وقال له احنا عملنا محاكاة على القمر الصناعي واكتشفنا ان محركات الطيارة كانت تستحمل انك تهبط في مطار لاغورت او حتى مطار تترب. فطلب منهم سولي ان يشوف المحاكاة دي، لكن اللجنة رفضت وقالت له المعلومات اللي فيها لسه سرية ومش مسموح لحد ان يشوفها. وبتخلص الجلسة وبيحددوا ميعاد الجلسة الأخيرة اللي بيكون لسه بعد شوية وقت. وبيفضل سولي في الوقت ده قلقان ومضطرب، بيفتكر كل الحوادث والحالات الطارئة اللي بيتعرض ليها في حياته العملية طول ال 42 سنة. وبنعرف من خلال ذكرياته ان مش بس كان طيار مدني، لا ده كان طيار عسكري محترف وكان ليه قيمة كبيرة جدا وسط الطيارين المدنيين والعسكريين. واكتر حاجة كانت مسببة القلق لسولي ان لو ثبت ان قراره ده كان غلط كل تاريخه هيتنسي ويتمحي وهيتم طرده من شغله، مش هياخد اي مستحقات مادية ليه تأمن حياته المتبقية. وده خلاه هو وزوجته قلقانين جدا بسبب المشكلة المادية اللي هيتعرضوا ليها، خصوصا انهم اصلا بيمروا بأزمة مادية، فدي هتبقى مشكلة كبيرة جدا في حياتهم. واخيرا جاء ميعاد الجلسة الاخيرة. بالمناسبة الجلسة المرة دي هتبقى في العلن، يعني هتتم في وجود الصحافة والتلفزيون وهيتم اذاعتها على البث المباشر. وبعد ما بيفتحوا الجلسة بيبتدوا يشوفوا محاكاة الروبوت اللي المفروض ان حالته مبرمجة زي حالة الطيارة بالظبط في لحظة هبوطها في النهر. للأسف بتيجي نتيجة المحاكاة دي ضد سولي تماما، لأن الطيارين اللي في المحاكاة دول قدروا انهم يرجعوا للمطار اللي أقلعوا منه بسلام. وكمان عملوا تجربة تانية محاكاة للحادثة وقدر الطيارين انهم يروحوا للمطار اللي كان قريب من سولي وقتها بسلام. وبكده هنلاقي ان سولي اتحول لشخص مقصر ومهمل في عمله، وكمان بقى مسؤول عن تدمير الطيارة وتعريض حياة الركاب للخطر، ودي تهم خطيرة جدا هتخلي حياته تنهار بالكامل. وبعد ما اللجنة خلصت كلامها راح سولي رادد عليهم وقال لهم خلونا نتكلم جد وبشكل واقعي شوية، يعني بعيدا عن المحاكاة اللي انتوا عاملينها دي. فاتضايق افراد اللجنة وحسوا ان سولي بيهزأ بيهم، لكن سولي قال لهم ببساطة ان الطيارين اللي انتوا جايبينهم دول مبرمجين على كل حاجة وعارفين كل حاجة، فحتى لو كانوا محترفين فهم ما كانش عندهم خطورة اتخاذ القرار
أو التفكير في وقت ضيق جدا زي اللي أنا كنت فيه. فده خلى اللجنة ترجع في كلامها وتقرر تضيف 35 ثانية للطيارين كوقت للتفكير، زي ما سولي خد وقت في التفكير لما كان في الطيارة قبل ما يهبط بيها. وده تقريبا ما كانش قرار عادل قوي، لأن كابتن سولي أخد حوالي 200 ثانية عشان يوصل لقرار النهر بعد ما العطلة حصل، وفي الوقت اللي بيجهز فيه الطيارين نفسهم عشان يعملوا محاكاة من أول وجديد وإضافة 35 ثانية. سأل سولي اللجنة وقال لهم هي دي محاولة كام اللي الطيارين جربوا فيها المحاكاة دي وعملوها، فردوا عليه وقالوا له إن دي المرة ال17. وطبعا دي كارثة حقيقية أو حاجة تبين إن سولي كان عنده حق في اللي عمله من أول مرة. وبعد ما بينتهوا من تجهيز المحاكاة بتبدأ المحاكاة الأولى للرجوع للمطار اللي أقلع سولي منه، وبعد ما المحركات بتبوظ بيستنى الطيارين 35 ثانية وبعدين بيرجعوا، بس المرة دي قبل ما تتم عملية الهبوط بتتدمر الطيارة وما تهبطش بشكل سليم. فعملوا محاكاة تانية واللي فيها المفروض الطيارين يروحوا للمطار اللي كان قريب من سولي في الوقت ده، بس بعد إضافة 35 ثانية للتفكير برضو ما قدروش إنهم يهبطوا بالطيارة في سلام. وبكده هيبقى اتثبت لكل الناس وللجنة بشكل خاص إن سولي خد القرار الصح والأكثر أمانا للطائرة وللركاب. وفي النهاية بتصدر اللجنة قرار إن المحرك الأيسر فعلا ما كانش يستحمل الهبوط في أي من المطارين، وإن قرار سولي صحيح 100%، وفعلا بيكون بطل حقيقي في عيون اللجنة والناس كلها. وبالمناسبة الفيلم ده مبني على أحداث قصة حقيقية لطيار عمل نفس اللي سولي عمله في سنة 2009. أتمنى الفيلم يكون عجبكم، أشوفكم في الفيلم الجاي إن شاء الله.